بعد مشاركته الناجحة في طريق الحبل الملوك بعين اللوح، حط الحاج إبراهيم الدبير الرحال بمرتفعات إفران لإجراء بعض الحصص التدريبية لتطوير مستواه والاستعداد للسباقات المقبلة. رغم تقدمه في السن وبلوغه 58 عاما، إلا أنه يجسد واقعا لمعادلة أن العمر مجرد رقم في عالم ألعاب القوى. لا يقيد العزم أو الشغف بالحركة، فالقلب الذي ينبض بالحياة والهمة يخترق الزمن ويمضي بثبات وإصرار نحو الإنجازات الجديدة. إبراهيم الدبير سبق له أن شارك بماراثون مراكش وعدة سباقات داخل الوطن وخارجه، آخر سباق كان له بإسبانيا، كما سبق أن شارك بالصين. إبراهيم الدبير بدأ رياضة ألعاب القوى عام 2001 بمدينة أكادير، ومنذ ذلك الحين وهو يمارس هذه الرياضة التي سكنت قلبه وروحه، ويبعث رسائل مفادها أن الرياضة ضرورة ملحة في حياة كل إنسان. لقيت فيها راحة البال ولقيت فيها الراحة ديالي، وماشي الرياضة بأنه هو الإنسان إلا كان كبر ما بقاش يطريد. الإنسان بالعكس إلا كان كبير أحسن حاجة اليوم يطريد اليوم قبل غدا، وكنصح الشباب حتى هو خصو يطريد. وبالنسبة للناس الشيوخ يطريدوا مزيان. الانسان واخا تكون عنده 60 سنه او 65 سنه 50 سنه راه ديما باقي بكري. الانسان وقت ما فاق يطريد، وحتى الشباب حتى هو يطريد الحمد لله. راه الرياضه إبراهيم الدبير مثال حي للعزيمة والتفاني في سبيل تحقيق الأحلام والأماني.